يا أستاذ أمين. أهلا وسهلا وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد. بعد موجة التقليص الأولى التي تعرضت لها ميزانية كأس العالم 2018 بسبب الأزمة الاقتصادية جراء انخفاض قيمة الروبل الروسي، مشكلة جديدة تطفو على السطح تخص ترميم وبناء 25 فندقا من أصل 63 مخصصة لاستضافة ضيوف المونديال. لكن المسؤولين الروس يؤكدون أنه لا توجد مشكلة بالنسبة لأماكن إقامة زوار البطولة. تفاصيل أوفى في تقرير مراسلنا معين مظلومة. بعد إعلانها تقليص حجم الإنفاق بنسبة 10% على بعض منشآت البنية التحتية الخاصة بمونديال 2018 التي طالت إقامة طرق جديدة للمواصلات في بعض المدن التي ستشهد فعاليات المونديال، ها هي الحكومة الروسية من جديد تعلن عزمها الامتناع عن ترميم وبناء 25 فندقا، قرار شمل غالبية المدن المستضيفة باستثناء موسكو وسان بطرسبورغ وسوتشي. كل الفنادق التي ستكون أماكن لإقامة اللاعبين والمنظمين وجميع الضيوف يجب أن توقع اتفاقيات مع الفيفا وفقا لمعاييره، ولكن حسب علمي حتى هذه اللحظة لم يوقع أي اتفاق. حسب مصادر في وزارة الرياضة فإن هذا القرار اتخذ بالتنسيق والتشاور مع الاتحاد الدولي الفيفا، وهو لا يمس بأي شكل من الأشكال المبلغ المخصص من الحكومة والبالغ 337 مليار روبل، وإنما هو من أموال المستثمرين أي رجال الأعمال الذين امتنعوا عن دفع 26 مليار روبل أي ما يقابل نصف المليار دولار بسبب الأزمة الحالية وبسبب تملص الحكومة من التزاماتها أمامهم لما قدموه لها في التحضير لأولمبياد سوتشي. كل ما كان مخطط له بالنسبة لعدد الأماكن المخصصة للفرق وأعضاء الفيفا وعائلاتهم والضيوف وكذلك للصحفيين ستكون جاهزة، ولكل السواح الذين سيزوروننا في 2018 ولدينا ثقة بأن عددهم سيكون كبير جدا. اللجنة المنظمة لبطولة 2018 كانت قد طلبت سابقا من الحكومة مبلغا إضافيا قدره 5 مليارات دولار بسبب الأزمة الاقتصادية، إلا أنها لم تحصل على مبتغاها، وهذا ما دعاها إلى اتخاذ قرار التقليص هذا، والذي قد لا يكون الأخير في برنامجها إذا استمر الوضع على حاله. من الواضح تماما أن روسيا بدأت تتعامل بجدية أكثر مع الواقع الاقتصادي الذي تمر فيه، فهي لا تريد ذر الرماد في عيون المشاركين في المونديال المقبل وزواره بعد أن وعدتهم بتنظيم مونديال كروي لا ينسى. معين مظلومي، بين سبورتس، موسكو. أيضا كما تابعنا أستاذ محمد سيتم تقليص عدد الفنادق التي كان من المقرر إقامتها لبطولة كأس العالم 2018 بنسبة 40% لمواجهة الأزمة الاقتصادية. طبعا تهدف هذه التغييرات التي نشرت على الموقع الرسمي للحكومة الروسية إلى توفير 27 مليار روبل روسي أي ما يعادل 480 مليون دولار أمريكي. وسبق لوزير الرياضة الروسي أن أعلن في يناير الماضي أن بلاده ستقلص عدد المقاعد الثابتة في الملاعب الروسية من 45,000 إلى 35,000 مقعد في الاستاد الواحد. يعني سياسة شد الحزام وترشيد النفقات برأيك هل ستأتي أكلها؟ هل ورطت روسيا نفسها في استضافة المونديال خاصة وهي الآن تعيش أزمة اقتصادية طبعا بالنظر إلى انخفاض قيمة النفط وأيضا إلى العقوبات الاقتصادية بسبب طبعا الأحداث السياسية الملتهبة في أوكرانيا والتي أثرت طبعا على روسيا؟ هو مما لا شك فيه أن موقف الاقتصاد الروسي بشكل عام موقف صعب جدا من السنة اللي فاتت، وخصوصا مع بداية الأزمة الأوكرانية. سياسة التقشف التي تتبناها وزارة الرياضة أو الحكومة الروسية لن تصل إلى مرحلة الخط الأحمر التي لا يوافق عليها الفيفا. وزير الرياضة الروسي أعلن بأن ال 25 فندق اللي بيتكلموا عليهم اللي هم هينخفضوا دول ال 25 فندق
الهاي الفاخرين. فهو بيقول انا مش هلعب في البنيه الاساسيه. ولكن هنا في مشكله بالنسبه لمشكله روسيا. احنا باقي 3 سنين بالظبط على المونديال. صحيح. المشكله ان احنا دلوقتي هو عايز يخفض 480 مليون دولار من دلوقتي. ماذا لو استمرت الازمه؟ ماذا لو العقوبات استمرت؟ لان روسيا في عقوبات عليها دلوقتي، في ازمه فعليه في العمله الروسيه انخفضت المحليه، بدليل ان هم كانوا من 2014 كانوا محددين مبلغ معين للمصاريف المونديال 18 بما يوازي 18 مليار. المبلغ ده حاليا في ظل الازمه وصل ل 8.9 مليار بسبب انخفاض قيمه العمله. هي المشكله دلوقتي في روسيا ان روسيا لازم تقف عند حد معين في عملية التقشف، وإلا سوف يكون هناك تدخل من الاتحاد الدولي. الاتحاد الدولي ليه معايير معينة في الاستضافة. هو هنا بيلعب في الحدود الأدنى. يعني هو بيقول الوزير الروسي بيقول إيه؟ أنا هقشف من مكافآت اللجنة المنظمة، هقشف في حاجات معينة مش الأساسيات، ولكن الأساسيات مش هلعب فيها. هو متفق إن هو هيقيم 12 ملعب في 11 مدينة، متفق على حاجات معينة. الفيفا أو اللجان المتابعة للمونديال لا تقبل بأي مساس بالحد الأساسي أو الحد الأدنى. صحيح. روسيا في أزمة، لازم نعترف في أزمة، وهم بيعترفوا بده بسياسة التقشف. ولكن أعتقد أن السنة الجاية هتتضح الصورة بشكل أكبر لو استمرت الأزمة. ماذا لو استمرت الأزمة السنة الجاية؟ هل هينزلوا الميزانية ثانية؟ هتبقى مشكلة. نعم، ننتقل لموضوع آخر. جمع تمويل يتجاوز 150 مليار ين ياباني هدف سطرته اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لبلوغه، وبدأ العمل على استقطاب الشركات الراعية والتي ستقسم إلى 3 فئات: ذهبية ورسمية ورعاة داعمون. مراسلنا فؤاد صباغ وكل تفاصيل. منذ إعلان تشكيل اللجنة الأولمبية المنظمة العام الماضي برئاسة يوشيهيرو موري، وخطوات التحضير لأولمبياد طوكيو تسير على قدم وساق. المجال التسويقي واستقطاب الشركات الراعية كان في مقدمة أولويات اللجنة المنظمة، وهو ما أكد عليه موري في أكثر من مؤتمر صحفي، نظرا لأن التكاليف التشغيلية وحدها تقدر بنحو 300 مليار ين ياباني. إنجاح الألعاب الأولمبية التي تعتبر أكبر حدث رياضي في العالم يعتمد على تضافر جهود جميع المساهمين والشركاء بحس عال بالمسؤولية للتغلب على جميع العوائق التي قد نمر بها. برنامج الشركات الراعية لأولمبياد طوكيو 2020 كان قد انطلق مع مطلع العام الحالي لاستقطاب الشركاء ضمن 3 فئات، وهي الذهبية والرسمية والداعمون. وتتطلع اللجنة المنظمة من خلال هذا البرنامج إلى جمع تمويل يتجاوز 150 مليار ين ياباني. العديد من الشركات تقدمت لتكون شريكا للأولمبياد، وطبعا نأمل أن نتمكن من زيادة عدد هذه الشركات مستقبلا. وبالنسبة للشركاء الذهبيين فنحن راضون بالكامل عن تعاونهم والخطط التي قدموها. برنامج الشركات الراعية يندرج ضمن الخطة التسويقية للجنة المنظمة، والتي من المتوقع أن تغطي القسم الأكبر من النفقات المتعلقة بإدارة وتسليم المشروع الأولمبي. تضافر الدعم المقدم من الشركاء والرعاة الدوليين إلى جانب التمويل من الشركات المحلية اليابانية سيكون النواة الاقتصادية التي ستعتمد عليها اللجنة اليابانية المنظمة لإنجاح المشروع الأولمبي. فؤاد صباغ، بين سبورتس، طوكيو. إذن برنامج الشركات الراعية والذي يندرج ضمن الخطة التسويقية للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، هل سيستطيع هذا البرنامج جمع التمويل المطلوب والمتمثل في 150 مليار ين ياباني؟ بص انا هقول لك على حاجه، انا ضعيف مع اليابان. كله انا ضعيف مع اليابان. الجميع ضعيف مع اليابان. احنا دلوقتي في 2014 واليابان بتفكر في الشركات الراعيه، الراعيه اللي هي في 2020. انا اعتقد ان اليابان هتعرف تجمع المبلغ. اليابان ماشيه بدقه جدا جدا في موضوع تنظيم الاولمبياد. اكبر شركات العالم في اليابان لا تعاني ازمات اقتصاديه. لما اليابان تيجي من دلوقتي تتكلم على تقسيم الشركات الراعيه الى 3 فئات،
ده معناه ان دي ناس بتفكر بعد 20 سنه بتعمل ايه. صح. احنا دلوقتي كنا بنتكلم من شويه على روسيا على بنيه اساسيه وعلى استادات في 2018، اليابان في 2020 دلوقتي مقسمه شركات الراعي اللي هتيجي لها 3 فئات. ده معناه ان دي ناس بتفكر صح. اعتقد ان ال 150 مليار ين ياباني ممكن يجي ضعفهم لو اليابان عايزه، هتنظم افضل مونديال. اللي هيجي بعد اليابان هتبقى عنده مشكله كبيره جدا ان هو ازاي ينظم. انا متوقعاتي بنفس المستوى بنفس المستوى، رغم انه اليابان بقوسين يعني ستكون على موعد مع استحقاق كبير وهو استضافتها لكاس العالم للرugby في 2019 للمره الاولى في قبليها بسنه. نعم. ممكن دي تبقى بروفه ليها بالنسبه لليابان. اليابان معروف ان يعني يمكن حضرتك شفت قبل كده اكتر من فعاليه فيها اليابان بتبقى فيها عباره عن تنظيم جيد، عاملين حساب لكل خطوه بخطوه. هناك ربما استاذ محمد ايضا ولاء الشركات اليابانيه عاده ما تلتف بالضبط على الانجاح وخصوصا ان الشركات اليابانيه كل الاحداث طبعا الشركات اليابانيه هي تعتبر اكبر شركات في العالم. صحيح، تويوتا وسوني وباناسونيك بالظبط يعني كل الشركات. فهي انا شايف ان اليابان مش هتلاقي مشكله في ان هي تجمع المبلغ او تجمع اضعافه، بدليل ان هي دلوقتي بتفكر في تخصيص الثلاث شركات الراعيه على 3 مستويات. ناس بتفكر، ناس بتخطط، ناس بتنجح، بدليل ان اليابان من 10 سنين منتخب اليابان من 10 سنين قالوا احنا بنخطط ل 20 سنه لقدام. فدي دي الناس والياباني لا يعرف المستحيل. لا يعرف المستحيل. مشاهدينا الكرام، برنامج الاقتصادية الرياضية لا يزال متواصلا معكم، ترقبوا المزيد لكن بعد فاصل قصير. تمديد عقده مع راعيه الرسمي أنجليك للمواسم الثلاثة المقبلة. الصفقة بلغت 15 مليون درهم مغربي، وهو ما يعادل نحو 1.5 مليون دولار أمريكي. وبذلك جدد أنجليك الراعي التاريخي للوداد ثقته في النادي بعد 10 سنوات من الارتباط. خطوة نحو طريق النجاح سلكتها وزارة الشؤون الرياضية العمانية بدعمها للفرق الأهلية في سلطنة عمان والارتقاء بها ماليا من جهة، والارتقاء بمختلف رياضاتها من جهة ثانية. حسن الهاشمي وكل تفاصيل. في خطوة مدروسة ومنسقة من قبل وزارة الشؤون الرياضية العمانية من أجل الارتقاء بالفرق الأهلية في سلطنة عمان، تقوم الوزارة بدعم تلك الفرق بمبالغ مالية لإنشاء ملاعب ومقار لها، حيث يتواجد أكثر من 1250 فريقا أهليا في سلطنة عمان من أقصاها الجنوبي وحتى الشمالي. وتقوم الوزارة بتخصيص مبلغ مالي محدد لكل فريق، بحيث يشمل الدعم كافة الفرق الأهلية في عمان. حقيقة الدعم الذي قدمته وزارة الشؤون الرياضية للفرق الأهلية بالسلطنة هو يعني إذا اعتبرناه كبداية يعني يعد خطوة جيدة في الطريق الصحيح بالاهتمام بالبنية التحتية وتشجيع الفرق الأهلية بالسلطنة، حيث أن لهذه الفرق حقيقة دور كبير في تنمية الرياضة بالسلطنة. ويوجد العديد من المواهب في هذه الفرق والتي تغذى منها إلى الفرق الأعلى. خطوة نحو الطريق الصحيح كما يراها العديد من المراقبين للارتقاء بالموارد المالية للفرق الأهلية في عمان من جهة، وللارتقاء برياضاتها من جهة أخرى. الحمد لله خطوة جيدة. أعتقد أن الوزارة تسعى إلى رفع مستوى الرياضة في سلطنة عمان، فهذه طبعا خطوة ممتازة جدا تشكر عليها الوزارة. والفرق الأهلية طبعا في حاجة إلى دعم مالي، وإن شاء الله هذا الدعم بيخلق كوادر ولاعبين إن شاء الله تستفيد منهم السلطنة في منتخباتنا وفي أنديتنا بإذن الله تعالى. ولعل هذه الخطوة تؤكد مدى حرص وزارة الشؤون الرياضية العمانية لدعم الفرق الأهلية من الناحية المالية. ومع تزايد الفرق الأهلية في سلطنة عمان تتزايد معها المطالبات بضرورة دعمها من الناحية المالية. حسن الهاشمي، بين سبورتس، مسقط.
إذن خطوة أولى نحو النجاح ومشوار ال1000 ميل يبدأ بخطوة، أليس كذلك؟ يعني سلطنة عمان التي أطلقت أول دوري للمحترفين في 2013 يبدو بأن لديها استراتيجية بعيدة المدى للنهوض والارتقاء بالرياضة، أليس كذلك؟ هي طبعا الخطوة اللي اتخذتها وزارة الرياضة خطوة متأخرة كتير يعني، وخصوصا أن عمان تعتبر من الدول اللي تأخرت كثيرا في تطبيق دوري المحترفين. أنا كان لي الحظ أن أنا أحضر خليجي 19 في عمان. كنا بنتحدث مع المسؤولين هناك، كنا بنسألهم سؤال محدد، يعني ليه الأندية العمانية ضعيفة والمنتخب هو القوي؟ ودي كانت يعني تبقى يعتبر تناقض كبير، دايما الأندية القوية بتطلع منتخب قوي. فالسبب ان كان اغلب اللعيبه اللي بيبقوا في المنتخب بيبقوا كلهم محترفين بره، فبيقوي المنتخب يعني. ولكن الدعم اللي بتقدمه الوزاره ل 1250 نادي اهلي يعتبر دعم خطوه جيده. الاتحاد العماني لسه في شهر فبراير اللي فات صرف 6 مليون دولار للانديه بسبب دوري المحترفين. عمان تسير في الطريق السليم في دعم الانديه في هذا الشأن. نذهب إلى موضوع آخر. كشف نادي المريخ السوداني عن مشروع خدمة تحويل الرصيد عبر الهاتف المحمول لجماهيره، وذلك في احتفاليات كبيرة حضرها رئيس النادي جمال الوالي. هذا ومن المتوقع أن تسهم عائدات المشروع بمبلغ 20 مليون جنيه سوداني في العام، ما يعادل $2 مليون تقريبا. وحددت فئات الاشتراك تبدأ من جنيهين حتى 100 جنيه. مراسلنا سامي العمرابي والتفاصيل. وسط مظاهر اهتمام كبير دشن نادي المريخ السوداني مشروع الدعم الجماهيري من خلال خدمة تحويل الرصيد بالهاتف الجوال، وذلك بحضور رئيس النادي جمال الوالي ورئيس مجلس الشورى محمد الياس وقيادات النادي. مندوبو شركات الاتصالات قاموا بشرح طريقة تفعيل الخدمة التي سيعود ريعها للنادي بنسبة 80% مناصفة مع الشركات. الجمهور لديه الآن الطريقة أن يمكن أن يدعم النادي بصورة مباشرة، إما عن طريق تبرعات متقطعة أو اشتراك دائم للخدمة عموما. نحن في MTN كانت بداية أنه ندخل مع نادي المريخ هذه الشراكة اللي هي بتدعم بصورة مباشرة الرياضة وبتدعم نادي المريخ، وده أثرها أكيد حيكون على مستوى المريخ من حيث النتائج. إدارة نادي المريخ تعول كثيرا على جماهيرية فريقها وأجواء الاستقرار التي تعيشها القلعة الحمراء حاليا، وتتوقع الإدارة أن تحصل على مبالغ ضخمة شهريا توازي $200,000 تقريبا. المباراة القادمة حيكون فيها تدشين آخر، يكون فيها تدشين آخر داخل المباراة بتوزيع 50,000 نسخة شرح تفصيلي لكيفية الاشتراك. فنتوقع نحن مباراة الترجي تجيب لنا عائد ما لا يقل عن مليار هذه المباراة. أما الذي نتوقعه شهريا من هذا المشروع لا يقل بأبسط اشتراك عن 2 مليار. سنويا نحن نتوقع عندنا 20 مليار. المشروع الجديد يهدف إلى ضخ أموال في النادي تقلل من الاعتماد على دعم الرئيس الذي يتولى أعباء الصرف بنسبة كبيرة، والتحول إلى منظومة استثمارية تواكب عهد الاحتراف. المشروع مبتكر وهو بإصرار من جماهير المريخ، ويأتي كخطوة من خطوات الاستثمار والتسويق والاستثمار في جماهيرية المريخ. فالمريخ غني بجماهير، وإن شاء الله يتمكن من تأسيس موارد مع باقي الأفكار الخاصة بالتسويق الرياضي والاستثمار. مدرب المريخ الفرنسي غارزيتو كان حاضرا لحفل التدشين بجانب لاعب الفريق المحترف المصري أيمن سعيد الذي أعلن عن تبرعه بمبلغ 50,000 جنيه للمشروع. تفاؤل كبير بإمكانية نجاح هذا المشروع الاستثماري الذي يمثل تحديا حقيقيا لجماهير نادي المريخ من أجل المساهمة الفاعلة في إنعاش خزانة ناديها. سامر العمرابي، بين سبورتس، الخرطوم. إذا مشروع دعم الرصيد، كيف سيساهم هذا المشروع في دعم خزينة نادي المريخ؟ هو يعتبر بداية، لأن المريخ معروف أنه بيعتمد بشكل أساسي على الرئيس وجمال الوالي، هو الراجل بيصرف عليه من فترة كبيرة.
مشروع 28/70 اللي هو بدأ بالأمس ممكن يساهم بشكل كبير في دعم فترة معينة ولكن ليس باستمرار، لأن ده يعتبرش مشروع تنمية موارد، ده يعتبر مشروع من الجماهير بتدعم النادي. دي تعتبر بداية فكرة، ولكن الأفكار التنموية، الأفكار اللي هي تنمية موارد داخل النادي لازم يكون فيها مشاريع أكبر وأفضل، لأن هو هنا الفكرة مبنية أساسا على أن الجمهور هو اللي هيدعم النادي من خلال رسائل هيبعتها للثلاث شركات محمول بالفئة اللي هو هيطلبها، 5 جنيه 2 جنيه 100 جنيه 200 جنيه. فهو هنا المشروع بدايته الجماهير بتدعم النادي، ولكن المريخ يتطلب ان هو يبحث عن مشاريع موارد ماليه. نعم. عشان يكمل. سيكتشف النادي مدى وفاء الجماهير له. على كل حال وصلنا لنهايه حلقتنا من الاقتصاديه الرياضيه. اشكر ضيفي محمد الجبالي صحفي بجريده العرب القطريه، شكرا جزيلا لك. شكرا يا استاذ. الشكر موصول لكم مشاهدينا، على امل لقاء بكم من جديد. اطلبوناه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى اللقاء.